الاهلي وشباب بلوزداد حبايب لدرجه ان الواحد حاسس ان امبارح ان طاهر محمد طاهر كان بيلعب مع شباب بلوزداد. لكن اللهم صل على النبي على رفعات محمد هاني امبارح، العيال بتوع شباب بلوزداد خدهم اتهالت امبارح من الكرات العرضيه اللي قاعدين يشيلوها لمحمد هاني. تخيل احنا عندنا موديست اطول لاعب في الملعب امبارح، لكن ولا عرضيه جت مظبوطه على راسه امبارح. لكن اللهم بارك مصطفى شوبير امبارح حارس واعد. مكسب المباراه امبارح. انت متخيل بعد مثلا ما هرب عصام الحضري من الاهلي احنا جربنا طوب الارض. لعبنا امير عبد الحميد، لعبنا رمزي صالح، جبنا اكرامي كان مكسر الدنيا بصراحه مع الجونه. قلنا بقى خلاص هيبقى مشروع للاهلي، لكن اتقلبت علينا بقت ثلاجه. جبنا الشناوي ما كانش موفق في بدايته، اشتغل على نفسه، لكن وصلنا لمرحله ان احنا بقى عندنا سد عالي جديد. لكن امبارح انت عندك رؤيه لحراسه المرمى وعندك سد يكفيك 100 سنه قدام. بامانه شديده، اول قرار ناخده غلط ان احنا ما ندعمش حراسه المرمى ويطلع في صالحنا. ممكن كنا قلقانين خايفين متوترين، لكن امبارح شوبير في بعض الكرات بيطلع في العرضيات مش خايف مش قلقان، لا وحش، طلع وحش بيشيل التصويبات، بياخد له الخطوه بتاعته وبيروح معاها وبيجيبها. فانت امبارح عندك حارس، انت مفروض امبارح بتلعب في مباراه بره ارضك، جمهور موجود وبيشجع والتراس موجود ودخلات، لكن الحارس بتاعك ما تهزش، الحارس بتاعك موجود مش قلقان مش خايف. فده يحسب ليه، وهو كان امبارح اللي شايل الفريق مش الفريق اللي شايله، وحافظ على شباكه نظيفه امبارح. النتيجه مرضيه، ده كان حالنا امبارح وحل لسان عمه كولر امبارح في المؤتمر الصحفي. قال لك احنا قاعدين بقالنا فتره طويله جدا من التوقف الدولي ما لعبناش مباريات، وشباب بلوزداد فعلا لعب يجي 7 مباريات 8 مباريات في الدوري، فكان اكثر جاهزيه وده شفناه. لكن نقدر نقول هنفتقد خدمات مروان عطيه في مباراه ميدياما. نتمنى ان احنا نحسم الصداره في مباراه ميدياما وما نستناش لاخر مباراه في دوري المجموعات كالعاده. نتمنى ان احنا نحصد التاهل فيها عشان نقابل على الاقل يعني تواني المجموعات، ويكون يعني بناخدها السلم واحده واحده كده، ما يبقاش ضرب ونقابل اول المجموعات كالعاده في اخر 3 4 سنين. فنتمنى ان احنا كمان نستعيد الريتم. احنا امبارح يعني تقدر تقول اخر ربع ساعه يعني حسينا بخطوره شويه لما نزل رضا سليم. الاهلي كان شكله حلو جدا في المرتدات، رضا سليم كان بيلبس فاولات، رضا سليم كان عامل ازعاج، قدر ان هو يعني ما نتحطش تحت ضغط في اخر 5 6 دقائق. ده كان بفضل رضا سليم لما نزل وعودته. شارك ربع ساعه، اكيد راجع بعد اصابه، لكن تقدر تقول ان شاء الله مع عودته مع المباريات الهامه زي مباراه الزمالك في السوبر هتكون مهمه جدا. مباراه متجمع لما يشارك فيها ويرجع للريتم بتاعه الاهلي اكيد ومؤكد لازم تستعيد الريتم السريع بتاعك. امبارح احنا محاولاتنا كانت ضئيله جدا، مفيش الا اللهم هجمه الكره بتاعت كريم فؤاد، يعني كانت ممكن تتلعب احسن من كده وكان يكون ليها خطوره، لكن نقدر نقول قدر ولطف. كنا هنتلطش جول في الدقيقه 79 او الدقيقه 78، كره اتلعبت عرضيه في ظهر ياسر ابراهيم ومحمد هاني، واللاعب حاططها بكل اريحيه ولا كان حد بيتكلم. فالحمد لله قدر ولطف. لكن نقدر نقول الكرات الخطيره جدا كان مصطفى شوبير بيتعامل معاها بعقلانيه كبيره جدا وبحارس كبير جدا، ويطمنك ان انت عندك مشروع حارس. نتمنى ان احنا في مباراه الكاس نعطي فرصه كمان لحمزه علاء، بحيث ان احنا لما نفتقد جهود اي حد يبقى موجود معاك في افريقيا. حارس كبير كان موجود في افريقيا للناشئين، كان كبير، كان حارس حلو، بنيانه الجسدي حلو، كان يعني حتى شباك المنتخب الوطني بتاعنا كانت يعني فتره كبيره جدا كانت نظيفه، فكان لاعب حلو جدا. فنتمنى ان احنا ما نكررش نفس الخطا كان مع مصطفى شوبير. انت امبارح بتلعب بحارس بدون خبرات، اللهم ان كانت مباراه النهائي اكيد ادت له ثقه كبير جدا، لكن انت في بعض المباريات كنت المفروض تديله بعدها، لا فضلت قطع عنه. فنتمنى ان احنا ما نرجعش القاره ديت، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نتلاشاها الفتره الجايه. لكن نقدر نقول مكاسب مباراه امبارح الشناوي، نقدر نقول من أسوأ لعيبه المباراه امبارح كان طاهر محمد طاهر، ويعني رفعات محمد هاني ما كانتش حلوه ما كانتش ظريفه. الواحد كان طول الوقت استغفر الله العلي العظيم، والحمد لله ان هي كانت بنقضيها استغفار، وطلعنا كسبانين امبارح نقطه حلوه بمعنى اصح. تقدر تقول حافظت على فرصنا في التاهل، خلتنا متصدرين المجموعه. نروح نلعب متجاما ان شاء الله باريحيه، يعني لحد ما ان انت هتكون عندك كذا فرصه تلعب عليها، لكن نتمنى ان احنا نحسم الصداره فيها في مباراه متجاما ونحسب التاهل كمان اول المجموعه باذن